الحاله اللي زي دي عشان تبقى العلاقه كويسه يعملوا ايه؟ ما يحصلش خناق. خلينا واقعيين. خلينا نقول ان فيها ايه لما ابقى انا عارفه مثلا ان زوجي مدخن او بيشرب قهوه او اول يومين ثلاثه في الصيام بيبقوا صعبين شويه، بالذات للناس اللي هي متعوده على شرب الشاي، شرب كذا، تبدا يومها بكذا. فانا متوقعه عارفه ان زوجي بيبقى مثلا عصبي، فخلاص باخد جنب. مش ان انا باجي على الست ولا حاجه، ولكن الزوج والزوجه لو كل واحد فهم الاخر نتغافل، يعني فن التغافل. فيعني ايه، انا عارفه انه بيجي عصبي، ابقى مظبطه الدنيا كده، بلاش اول يومين اسئله ولا انت ليه مبوز، ده رمضان كريم فبتنرفزوا اكتر بتنرفزوا اكتر. او هو عارف ان هي اول يوم مثلا يكون عندها طفل، يكون اي سبب، بتبقى برضو منهكه، عندها عزومه، عندها حاجه، ان احنا يعني نقدر ونبقى فاهمين. كل واحد هو فاهم كويس قوي الطرف الاخر في انهي فتره بيبقى متضايق فيها. اول ما بيدخل مثلا لا مش عارف امتى، قبل الفطار ب10 دقائق مثلا او اخر ربع ساعه دي بيبقى متضايق فيها، فخلاص اخد ما حبكتش، يعني نعيد العلاقات في هذا التوقيت يعني. فهي الفكره ان انا اتقبل عيوب الاخر، ويبقى عندي كده نيه خالصه، زي ما الجميله استاذه منى قالت، ان انا يبقى عندي نيه خالصه، ان هي لله. فانا هتقبل الجزء ده. دي نقطه. طب النيه منها بس ولا منهم هما الاثنين؟ لا هما الاثنين، ما انا بقول هما الاثنين. انا عارف ايه المشكله عند زوجتي او عندي زوجي واتقبل. في حاجه بقى مهمه قوي انا عايزه اقولها لك، ان سبحان الله الدراسات اثبتت ان الحرمان المؤقت لما بيتفق فيه 2 أو أكثر من فرد بتزيد الروابط. فسبحان الله، فأنا عندي فترة حرمان مؤقت من الأكل ومن الشرب ومن كذا حاجة، فخليني أستغل ده صح، إن هو ده إحنا لما نفطر هنعمل كذا، ده إحنا، فأنا عارفة أنا مبرمجة عقلي. يعني رمضان هو إعادة للبرمجة في العلاقة، مش العكس. ازاي يعني؟ هل في مفاتيح؟ طبعا في مفاتيح. اول حاجه ان احنا قبل رمضان خليني انا مع زوجي او مع زوجتي هنقعد مع بعض، نحط اهداف مشتركه ما بيننا، ونشوف التوقعات اللي احنا عايزينها من بعض، عشان انا لا اصدم ولا هو يصدم. وده حاجه مهمه. انا مش هقعده بقى في كورس اعتراف اقول له بص بقى الدكتوره قالت نقعد مع بعض ونحط الاهداف فتقلب خناقه، احتمال تلاقي ولايتها خناقه وانا اللي اتشتم في الاخر. لا احنا هنقول في اي قعده صفا، في اي كده يعني، تيجي كده بطريقه عشوائيه وبطريقه تلقائيه، ايه رايك في رمضان ده نعمل حاجه حلوه قوي، ان احنا مثلا بدل ما نبقى مقلقين من الفطار، انا هبقى مجهزه كل حاجه. اول ما المغرب يدن احنا هنصلي جماعه عشان الولاد يتعودوا. اجيبها في الولاد، تمام، عشان الولاد اصل هم بيحبوا قوي ان انت تصلي بيهم. الست المصريه ذكيه، فخلينا نستخدم الذكاء ده في الحاجه الكويسه. مش لازم اقول له عشان المفروض كذا، صحيح، لا عشان الولاد بيحبوا ان انت يعني ايه تصلي بيهم قوي. فعقبال ما نصلي كده وناكل التمرايه ونصلي، نكون هدينا ونحط الاكل مع بعض، تبقى حاجه حلوه قوي. طب هو رافض حاجه زي دي مثلا، ادور على حاجه تانية. كذلك الزوجه مثلا وقتها ما حدش بيساعدني، ما حدش مش عارف، بتبقى عصبيه، اقوم انا قايل لها بالظبط انت بتؤجري مثلا، اخد الكلمه من دكتوره منى، انت بتؤجري في كذا، ايه رايك ان احنا يا ستي ايه حطي الشوربه بس ساعه الفطار عشان ما تعصبيش نفسك، ونشرب الشوربه وبعدين نقوم حاطين الاكل. ندور على حلول، ندور على بدائل. الفكره ان انا اوجه عقلي لايه، عقلي بيصدق اللي انا بقوله. لو انا قلت رمضان جاي وهو هيبقى عصبي وكل يوم هيتخانق على الفطار، فانا هبقى مصدقه ده وهبقى بتلكك عليه. لو انا قلت لعقلي ان رمضان فرصه ان العلاقه تبقى احسن، وان احنا ناخد بايد بعض، وان احنا هنبقى حنينين مع بعض، عقلي برضه هينفذ ده ويصدقه. فدي نقطه. النقطه الثانيه في القعده التوقعات بقى. ايه رايك في رمضان دوت نعمل كذا وكذا وكذا. دي نقطة. النقطة كمان في الجهد والضغوط، احنا بنعزم ناس كتير وبنعمل مش عارف ايه ده، ايه رأيك نخلي الأكل في اطباق فل؟ ايه رأيك يعني تعيد إدارة المشهد مرة ثانية. أنا بعيد البرمجة لصالحي ولصالحه. تمام. النقط اللي أنا
عارفه ان هيحصل فيها ايه، ممكن في مرونه، في نقط ما فيهاش مرونه خلاص اتغافل فيها، جميل. يعني ده طبيعي. طيب هل